وابتعد بقى عن المسترجله اللي عامله فيها كده، لا هو كذا والجو والدنيا محتاج، لا الاسلام ذم المسترجله. حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يدخلون الجنه ابدا: الديوث والرجل من النساء ومدمن الخمر. قالوا يا رسول الله مدمن الخمر عرفناه، ما الديوث؟ الديوث مين؟ قال: الذي لا يبال من دخل على اهل من الرجال، ده ولا في دماغه، عادي حريمه طالع كده زي اللي بيقعد يصورها عشان تجيب فلوس على التيك توك. ولا حسبي الله، راحت الشهامه والرجوله فين؟ الرجاله مش تفهمش. فقلنا: فمن الرجل من النساء؟ قال: تشبه، واحده ست تتشبه بالرجال. حديث صحيح. برضه عندك حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان امراه مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلده قوسا، فقال النبي: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال حتى في الملبس. وبرضه حديث روايه البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وبرضه عندك حديث بتاع ابي امامه مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام: 4 لعنوا في الدنيا والاخره وامنت الملائكه قالت امين. يا نهار ابيض، حديث خطير. رجل جعله الله ذكرا فأنس نفسه، تشبه حتى لو ما عملش الفاحشه، ده التفسير بتاع الشيخ السعدي، حتى تشبه بالنساء حتى لو ما عملش الفاحشه، مجرد بس ما يعاني الصوت او كده، ده لعنه امنت عليه الملائكه لا يدخلون الجنه. وامراه جعلها الله انثى فتذكرت وتشبهت بالرجال.